البحرية الأمريكية كانت عاوزة وسيلة تواصل آمنة وسرية للمخابرات والعملاء، ومن هنا ظهر مشروع اسمه COR. ازيكم يا أصحابي؟ أهلا بيكم في عالم ريماس. ازيكم يا أصحابي؟ مين اخترع الديب ويب أصلا؟ وليه اتحول من مكان لحماية البيانات لعالم مرعب مليان أسرار؟ تعالوا نشوف سر جديد مع جينيوس وصلوا على النت. عالم مخفي مش بيظهر في جوجل ومش أي حد يقدر يدخله. العالم ده اسمه الديب ويب. بس السؤال الحقيقي هو مين اخترعه وليه؟ وازاي مكان معمول لحماية الناس تحول لأخطر جزء من الإنترنت؟ القصة بدأت من زمان في الستينات والسبعينات لما الحكومات والجامعات بدأت تستخدم شبكات كمبيوتر سرية لتبادل المعلومات. في الوقت ده ما كانش فيه إنترنت بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، وكان لازم يبقى فيه طريقة لحماية البيانات الحساسة زي الأبحاث العسكرية والملفات الطبية والمعلومات الحكومية. ومن هنا بدأت فكرة الإنترنت غير الظاهر للعامة. لكن محدش وقتها كان متخيل إن الفكرة دي هتتحول بعد سنين لعالم مرعب مليان أسرار وغموض. ناس كتير فاكرة إن الديب ويب اتعمل بواسطة مجرمين أو هاكرز، لكن الحقيقة مختلفة تماما. الديب ويب نفسه مش اختراع لشخص واحد، هو ببساطة أي جزء من الإنترنت غير مفارس ومحركات البحث، يعني قواعد بيانات المستشفيات، أنظمة الجامعات، إيميلاتك الخاصة، حسابات البنوك، كل ده يعتبر الديب ويب. لكن الجزء الأخطر اللي الناس كتير بتخلط بينه وبين الديب ويب هو الدارك ويب. في التسعينات البحرية الأمريكية كانت عاوزة وسيلة تواصل سرية وآمنة للمخابرات والعملاء، ومن هنا ظهر مشروع اسمه COR، معناه The Onion Router. فكرة النظام كانت عبقرية، إخفاء هوية المستخدم عن طريق تمرير الاتصال عبر طبقات متعددة من السيرفرات. في البداية كان الهدف حماية الصحفيين والمعارضين السياسيين والناس اللي عايشة في دول بتمنع حرية التعبير، لكن مع الوقت بدأ مجرمين يستغلوا إخفاء الهوية، وهنا بدأت الكارثة. ظهرت أسواق سرية لبيع حاجات ممنوعة وبرامج اختراق وبيانات مسروقة، وفي ناس دخلت بدافع الفضول وبعدها اتعرضوا لابتزاز أو سرقة حساباتهم بالكامل. في قصة شهيرة لشاب دخل على موقع غامض على الدارك ويب، وبعد أيام بدأ يلاحظ محاولات اختراق على كل حساباته. المشكلة الأكبر دلوقتي إن في أطفال بقى عندهم فضول يدخلوا العالم ده بسبب فيديوهات الرعب والتحديات. بعض الأطفال بيقولوا لأهلهم إنهم بينزلوا لعبة أو متصفح عادي، لكن بيكون الهدف الحقيقي تحميل برامج دخول للدارك ويب. وفي أطفال بيستخدموا وضع التصفح الخفي VPN اللي الأطفال بيستخدموه عشان يدخلوا على روبلوكس، حسابات سرية من صفحات غير معروفة عشان يخفوا نشاطاتهم. أنا ليا رسالة لكل أب وأم، لو عندكم أطفال لازم تتكلم معاهم بهدوء عن مخاطر الإنترنت. مش كل رقابة معناها منع، أحيانا التوعية أهم، ومن أهم النصايح فعل الرقابة الأبوية، راقب التطبيقات الغريبة، خليك قريب من طفلك نفسيا، علمه ما يفتحش أي روابط مجهولة، حدد وقت استخدام الإنترنت، تابع سجل التحميلات. طب السؤال اللي كل الناس بتسأله دلوقتي، هل كل الديب ويب شر؟ المفاجأة إن أغلب الديب ويب قانوني وطبيعي جدا، البنوك، الجامعات، المستشفيات، حتى البريد الإلكتروني، كل ده جزء منه. المشكلة مش في التكنولوجيا نفسها، المشكلة في طريقة الاستخدام. وفي النهاية الديب ويب بدأ كفكرة لحماية الناس، لكن بعض البشر حولوه لعالم مخيف. الإنترنت زي أي أداة ممكن يفيدك أو يضرك، لكن السؤال اللي لسه محير ناس كتير، إيه الحاجات اللي ممكن تكون لسه مخفية هناك؟ قبل الفيديو يخلص دوس لايك وشير للجنة، اسمعني طبعا عشان توصلك الحاجات اللي بنحبها من أول مرة اتعملت لحد دلوقتي، وصلوا على النبي.